كنت منزله لكم ستوري هنا امبارح، تقريبا ما نزلتش غيرها، انه انا بقيت فاهمه نفسي وبقيت عارفه اتعامل مع نفسي واتعامل مع المشاعر اللي بحسها، واقدر هندلني. ولكن الجمله دي كنت كاتباها على ان انا بجيب لنفسي حاجه حلوه. فيا جماعه لا، انا مش ده الطريقه اللي انا يعني مش ده المغزى من الستوري. مش معناه ان انا لما بتضايق بروح اجيب لنفسي حاجه حلوه فخلاص انا كده بقيت كويسه. مش ده اللي انا عرفته عن نفسي. طبعا دي حاجه اساسيه في حياه اي حد بيحب الحاجه الحلوه، ولكن انا كان قصدي انه فكره انك تعرف نفسك زي رحله بنمشيها، مش بتخلص. بتبتديها اول ما تقرر ان انت تبتديها، وبتنتهي لما تموت باذن الله. ما علينا من التفاؤل ده، ولكن قصدي ان احنا الرحله دي ملهاش محطه اخيره حقيقي. محطتها الاخيره غير ان انت متبقاش عايش او تبقى مش موجود خلاص. فلما بجد بتقرر ان انت تبدأ رحلتك في ان انت تفهم نفسك، تعرف نفسك، انا بحب ايه، بفرح امتى، بزعل امتى، بحب اعمل ايه لما ازعل، ايه اللي بيرضيني، ايه اللي بيطيب خاطري، ايه الحاجة اللي لما اعملها احس ان انا بحضني وبطبطب عليا، وهكذا. حقيقي ده هيختصر عليك حاجات كتير جدا. فلما يحصل موقف والموقف ده يضايقك بطريقة ما، او تبقى متضايق منه هي نفس الشيء، او تبقى حاسس ان انت مخنوق ومش مبسوط، وتقدر تحدد هو الموقف ده لو جبت لنفسي حاجة حلوة فيه انا هتراضى، ولا لو جبت لنفسي كوباية شاي، ولا لو قعدت ساكت كده ما اتكلمتش. هي دي بقى الحنكة في شخص عارف نفسه وشخص مش عارف نفسه. انت لما تعرف نفسك هتشوف الموقف ده كبير، الموقف ده محتاج ان انا اقعد مع نفسي وافضفض واتكلم، او مع حد بحبه او ايا كان. بس انا محتاجه افضفض، محتاجه اتكلم، انا دلوقتي محتاجه اعيط، انا محتاجه اخرج الطاقه السلبيه دي، انا محتاجه اتخانق مع حد ومحتاجه اضرب حد. انا ممكن لو اتمشيت وسمعت اغاني مثلا بحبها بتحسسني بمود حلو ممكن افك. او لا، انا مش محتاجه افك، انا محتاج ازعل وادي للزعل حقه علشان افهم السايكل دي، وعلشان اخلص الزعل ده. كأن في مقدار زعل انت عارف انت محتاج ان انت تعيش المقدار ده. انت الوحيد اللي تقدر تحدد الموقف اللي حصل لك ده او الموقف اللي ضايقك ده هو شوية وهيخلص، ولا هيطول معاك ومحتاج له ايه. هنيجي لسؤال اهم بكتير جدا: عرفتي منين او بتعرفي منين وبتحددي ازاي؟ بالتجربة. ما فيش اي حاجة تانية غير التجربة. جربت حاجات، يعني جربت اي حاجة خطرت على بالي. يعني جربت مرة وانا متضايقة ان انا اقعد في السرير وامسك الموبايل وما اعملش اي حاجة. جربت مرة تانية ان انا اخرج مع اصحابي. جربت مرة تانية ان انا اعيط وابقى مخنوقة وزعلانة وهكذا. جربت مرة تانية ان انا اتمشى لوحدي واسمع اغاني. جربت مرة تانية ان انا اروح اشرب حاجة سخنة وامسك ورقة وقلم واكتب اللي انا حاسة بيه. جربت ان انا اكتب على الموبايل. جربت لحد ما بقيت يعني انا من جوايا، حتى انا ما كنتش قاصده ده بالتحديد، ولكن بقى لما بعمل حاجه وبتاثر فيا او بتجيب معايا نتيجه وبلاحظ ان انا مودي اختلف، باخد بالي منها. فبقيت باخد بالي من الحاجه اللي بتغير لي مودي وبتفرق معايا واحده واحده. طبعا مش بنسبه 100%، ولكن الى حد ما بقيت لما اتحط في موقف مضايقني، او بقيت لما انا ابقى متضايقه بلاقي نفسي تلقائيا كده الى حد ما من جوايا حاسه ان انا رايحه لحته معينه. يعني انا مثلا بعد ما جربت حاجات كتير، موقف حصل مضايقني، لا انا دلوقتي انا عايزه اروح واقعد في السرير محدش يكلمني ومش عايزه اكلم حد. دي حاجه. موقف تاني، انا بجد محتاجه جدا ان انا اتمشى دلوقتي واهدى كده مع نفسي واخد نفسي، وهكذا. تلقائيا يعني وانا متضايقه بيجي لي احساس في حاجه عايزه اعملها فبروح اعملها، فبلاقي منها نتيجه. فاهمين حاجه؟ فبس جربوا يا جماعه بجد، وما تبخلوش على نفسكم بالتجربه في اي حاجه. جربوا لحد ما تحسوا ان انتوا بقيتوا فاهمين نفسكم، بقيتوا عارفين 1 2 3 بيريحني.